أهلا بأصحاب الضحكة الحلوة والخيال اللي بيطير فوق السحاب. عاملين إيه؟ وحشتوني. النهاردة معانا حدوتة جديدة من حواديت نسمة صوت، النسمة اللي بتعدي علينا ومعاها قصة وفكرة ومعلومة فريدة نفتح بيها أبواب عقولنا السحرية. النهاردة جايين نحكي لكم حكاية طريفة عن سلحفاة صغيرة، بس مش بطيئة، سلحفاة سريعة ومستعجلة طول الوقت، عايزة تخلص قبل كل الناس. حكايتنا النهاردة اسمها السلحفاة المستعجلة. ايه اللخبطة دي بقى؟ هي السلاحف مش بتبقى بطيئة؟ تعالوا نشوف مع بعض النهاردة حكاية السلحفاة السريعة وازاي بقت سريعة. مستعدين؟ يلا بينا. كان يا مكان في غابة خضرة كبيرة فيها شجر طويل وزهور ملونة. كان في بيت صغير بتعيش فيه سلحفاة صغيرة اسمها سمسمة. سمسمة كانت غير باقي السلاحف اللي بتمشي بهدوء وبالراحة، كانت دايما تجري وتتنطط وعايزة تعمل كل حاجة بسرعة. كانت بتقول أنا مش بحب التأخير، أنا بحب أخلص بسرعة وأسبق الكل. لكن المشكلة إن لما كانت بتجري كانت دايما تتخبط أو توقع حاجات أو تنسى تاخد بالها من الطريق. في يوم ماما سلحفاة قالت سمسمة لو سمحتي روحي هاتي شوية أوراق نعناع من عند الجد سلوم، بس خدي بالك من الطريق وما تجريش بسرعة. سمسمة ردت وقالت حاضر يا ماما، هخلص بسرعة جدا وارجع في ثانية. وجريت بسرعة من غير ما تبص تحت رجليها، وفجأة وقعت سمسمة في حفرة بين الشجر. فضلت تنادي الحقوني أنا وقعت، حد سمعني؟ وقعدت تعيط. عدى أرنب صغير وقال مالك يا سمسمة؟ ايه اللي حصلك؟ قالت له وقعت وانا بجري وعايزة اخرج بسرعة. الأرنب رد عليها وقال لها طب استني هروح اجيب حد يساعدنا. لكن سمسمة طبعا ما بتحبش تستنى ولا تصبر، قالت لا 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 انا هطلع بسرعة. وحاولت تطلع مرة والتانية، لكن للأسف رجعت وقعت تاني. لما جر أرنب مع ماما سلحفاة نزلوا حبل طويل في الحفرة ورفعوا بيه سمسمة وساعدوها تطلع، بس هي كانت خايفة وتعبانة جدا. رجعوا البيت هي وماما سلحفاة بالسلامة، وبعد ما ارتاحت ماما سلحفاة قالت لها شايفة لو كنتي مشيتي بهدوء ما كنتيش وقعتي. سمسمة ردت في خجل وقالت أنا كنت مستعجلة وما خدتش بالي. فردت ماما وقالت لها لازم تتعلمي الصبر شوية. بس سمسمة شكلها كده ما كانش حاسس إنها غلط ولازم تتغير. وبعد أيام كان في مسابقة اسمها مسابقة جمع التوت في الغابة، مين يقدر يملى سلته بالتوت أكتر خلال ساعة. سمسمة قالت أنا هكسب طبعا، محدش أسرع مني. وبدأت تجري وسط الزهور وتلم توت كتير، بس كل شوية كان يقع منه حبة كتير من غير ما تاخد بالها. إنما السلحفاة الكبيرة نورة كانت بتمشي بالراحة وتاخد كل توتة وتحطها في السلة بالراحة عشان مش يقع من السلة. ولما خلص الوقت جده دبدوب قال يلا نعد ونشوف. سمسمة كانت متحمسة، لكن اكتشفت ان سلتها نصها فاضي، نص التوت واقع. اما نورة فكانت سلتها مليانة ومنظمة. جده دبدوب ابتدى يعد 1 2 3 وقال اللي فاز معانا هي نورة. سمسمة زعلت وقالت أنا كنت أسرع بس خسرت. نورة ضحكت وقالت السرعة مش دايما تخلينا نكسب يا سمسمة، الترتيب والصبر مهمين برضو. ابتدت سمسمة تفكر هي فعلا السرعة حاجة وحشة ولا ايه؟ أنا كل لما ببقى سريعة مش بنجح. طيب ايه المشكلة لو جربت المرة الجاية أخد بالي وامشي على مهلي يمكن أنجح. حلوة الفكرة، عجبتني، خليني أجرب مع الموقف اللي هيقابلني المرة الجاية. ابتدت سمسمة يومها زي كل يوم وخرجت تتمشى، فشافت صديقتها القطة لولو واقفة عند النهر بتبص على المية. سمسمة قالت لها بتعملي ايه يا لولو؟ ردت لولو في جزيرة صغيرة هناك مليانة فواكه غريبة وأنا نفسي أكل منها، بس مفيش جسر نوصل بيه. سمسمة قالت لها أنا ممكن أساعدك ونفكر سوا ممكن نعدي إزاي. راحت ردت لولو القطة الحلوة وقالت صح عندك حق، لازم نلاقي فكرة نروح ونرجع بيها بأمان.
ابتدوا يفكروا سوا لحد ما سمسمة لقت فكرة حلوة. قالت إحنا ممكن نجمع ألواح خشب من الشجر اللي حوالينا ونعمل جسر صغير نعدي عليه بالراحة ونجيب الفواكه ونرجع. إيه رأيك؟ لولو قالت فكرة هايلة، يلا نبتدي الشغل. ابتدوا فعلا يجمعوا الخشب مع بعض، وبعد ما خلصوا راحوا وأخدوا الفواكه وكلوها سوا واتبسطوا جدا. ومن وقتها بدأت سمسمة تتعلم تعد ل10 قبل ما تبدأ أي حاجة، تبص كويس قبل ما تمشي، وتاخد وقتها في الشغل والمهمات اللي بتعملها. سمسمة فهمت إننا لازم أولا نتعلم من أخطائنا ونسمع كلام أهلنا لأنهم عارفين حاجات كتير قوي أكتر مننا، وإننا لازم ناخد وقتنا ونفكر كويس ونصبر قبل ما نعمل أي حاجة، وإن الصبر دايما بيكون مفتاح النجاح والسعادة. وتوتة توتة وخلصت الحدوتة. ودي يا أصحابي كانت مغامرتنا النهاردة مع السلحفة المستعجلة، واكتشفنا معاها إن الترتيب والنظام وكمان معاهم الصبر هم مفاتيح النجاح دايما. لو عجبتكم الحدوتة ابعتولنا رأيكم في الكومنتات، واستنونا الحلقة الجاية في حدوتة حلوة من حواديت نسمة صوت. وقبل ما سيبكم هقول لكم خلي أبواب عقولكم دايما مفتوح لكل جديد ومفيد، ويا رب دايما أيامكم تبقى نجاح وسعادة. باي باي.